البن اليوم كمل ولا يكمل من عند الله، والحمس على ذا الجمر الشويذي وبلنقاها، حط عليها كم من شغلة وينقاها من بعضها فيها حيود وبعضها فيها مثل ذي ومثل ذي، بعضها عاده بقشرته القشر، لأنه يطعم في القهوة ويطعم في المعمال. لابد ينقيها الواحد، خل السنابة ذي يا ربها تجي فيها كل بيها، لأنها بتطول لما اللي قعدنا نسولف والكلام واجد والحكا واجد. هذه هي مثل ذي، هذه تحصل مع هذا قشر وحتى حيود. الواصل إن شاء الله. طبعا الحبوب الصغيرة شهات تجيب المرارة في القهوة. الحبة الصغيرة هذه هي لازم انها تنقى منها. المحماس موجود، بس ان القدر 2 لتر او 3 لتر الضغط الصغير اللي معادلك به، هذا طيب للحميس السريع. لما قد هي بتجهز تحط عليها شوية مستكا، شوي بس. الله يزين طعمها ويزين يعطي لها لمعة زينة. هذه هي. الله هذه تجيك حمران كفو. خلني اصبها في الصحن ارويكم اياها. هذا هو الوضع النهائي، وهذا المستكان اللي قلنا لكم، وهذا الوضع الأخير. خلها حمراء داخلتها الضوء، وبعدين لما قد كتبت الدقها في نجرها فزد انقها انق اللي نقاه لابد اللي دخلتها الضوء السوداء طلعها، والحبة الصغيرة، وهذه الحبة البن الصغيرة البرية. هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.